لو حاسس ان الدنيا متكعبله فوق دماغك، مش عارف تلاحقها منين ولا منين، مش عارف دي ازمه اقتصاديه ولا ازمه قلبيه، حتى شويه الشاي اللي طعمهم مر، وبتقول لنفسك هو انا بس اللي الدنيا مقلباني على الجنبين واخداني غسيل ومكوى، ولا ايه الحكايه؟ الحقيقه لا، كلنا بنعدي بنفس الفصول، يوم غيام ويوم شمس، كلنا عايشين في كوكب المآسي وانت مش متكحرت لوحدك. علم النفس بيقول ان المرونة النفسية اللي هي بيسموها psychological resilience هي اللي بتخلينا نعدي من الأزمات دي. وده مش معناه انك ما تحسش بالتعب، بالعكس، لكن انك تعرف تلاقي القوة جواك اللي هتساعدك تقدر تكمل. الدراسات اثبتت ان الناس اللي عندها ايمان بان الوقت هيعدي بيكون عندهم قدرة اكبر على مواجهة اي تحديات. في الافلام بنوصل للذروة الدرامية في السيناريو، بعد كده ايه اللي بيحصل؟ راجع كده معايا هتلاقي الدنيا بتتعدل والشمس بتطلع بعد الغيام والضحكة بترجع والمود بيتعدل، زي ما قال نجيب محفوظ: ما دامت هناك حياة فهناك أمل، ولا ينقطع الأمل ما دامت هناك ثقة بالله. يعني الوقت الصعب ده مش حكم مؤبد على فكرة، وربنا قال إن بعد العسر يسر. خليك صبور، لأن الضحكة اللي هتيجي بعد الأزمة اللي انت بتمر بيها هتكون أحلى ضحكة في حياتك إن شاء الله. فروق كده وما تقلقش، دي محطة مؤقتة وصدقني هتنزل منها. بس كده.